أمريكا تريد السلام بين المغرب والجزائر، وتقول أن ملف الصحراء قد عمر طويلا، وتضع مهلة 60 يوما لتوقيع الاتفاق. والخلاف الأبرز بين البلدين هو قضية الصحراء المغربية. عن أسباب الخلاف بين المغرب والجزائر نتحدث، وعن فرص إقامة السلام المنشود نحلل. هل تقبل الجزائر السلام ومن خلفها جبهة البوليساريو؟ ماذا تفعل الجبهة إن حل السلام بين المغرب والجزائر؟ أكيد ستقع في أزمة وجودية، ولكن كلمة الفصل قادمة من واشنطن هذه المرة: أريد سلاما. ونقطة على السطر. نشرت صحيفة إلكيو نيفيد ناسيونال تقريرا أكدت فيهما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، وأنه سيفرض السلام على الرباط وجبهة البوليساريو بتطبيق خطة الحكم الذاتي المغربية ودفن حق تقرير المصير للصحراء الغربية. وحسب الكاتب في الصحيفة، فإن مبعوث ترامب ستيفن ويتكوف، وفي حوار شارك فيه صهر ترامب جيرارد كوشنر مع شبكة CBS نيوز الأمريكية، ذكر أن إدارة ترامب تريد التوصل إلى اتفاق بين الجزائر والمغرب في نهاية العام الحالي، قبل أن تطرح واشنطن مشروعا في مجلس الأمن الدولي يفرض خطة الحكم الذاتي المغربية كحل لنزاع الصحراء الغربية. والسؤال المطروح هنا: إذا كانت أمريكا تريد فرض السلام على المغرب والجزائر وطرح مشروع قرار في مجلس الأمن لإقرار الحكم الذاتي، فمن هي الدول التي قد ترفض القرار؟ إذا نظرنا إلى الدول الخمس التي تملك حق النقد الفيتو، نجد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. فالولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة المشروع، ونعلم أن بريطانيا دائما إلى جانب أمريكا في قراراتها. أما فرنسا فقد اعترفت بمغربية الصحراء وأصبحت لها مصالح كبرى في المنطقة. أما الصين فهي لها مصالح كبرى مع المغرب، ولن تصل إلى حد استعمال حق النقد الفيتو ضد مشروع أمريكي حول الصحراء المغربية. كما أن الصين تدعم مبدأ الصين الواحدة، ولن تقوم بتجزئة دول أخرى، ولكن تبقى دولة واحدة وهي روسيا، والتي لا يعرف موقفها على وجه التحديد. هل تدعم الحكم الذاتي أم تستعمل حق النقد الفيتو؟ خاصة أن العلاقة مع الجزائر قوية واستراتيجية في كثير من النواحي. ولكن في الآونة الأخيرة وقع المغرب مع روسيا اتفاقيات للتعاون والتجارة في مجال الصيد البحري، وهناك احتمال كبير ألا تعرقل روسيا طموح المغرب في حل مشكل الصحراء، بالرغم من المجهودات التي تبذلها الجزائر لعرقلة أي حل يصب في صالح المغرب، خاصة أن الجزائر هي الطرف الممول والحاضن لجبهة البوليساريو. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع في اتجاه إنهاء هذا المشكل الذي خلفه الاستعمار الإسباني بعد خروجه من جنوب المغرب. لكن السؤال المطروح هنا: ماذا سيكون موقف جبهة البوليساريو ومعها الجزائر؟ نبدأ بجبهة البوليساريو، فلطالما رددت أن الحل الوحيد يمر عبر تقرير المصير، بمعنى أن الصحراويون يختارون إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عن المغرب وإقامة دولة في جنوبه. وكانت البوليساريو تتلقى دعما من المعسكر الشرقي، ولها داعمون أقوياء مثل ليبيا القذافي وجنوب إفريقيا وكوبا ودول أمريكا. هذا بالإضافة إلى الداعم الأكبر والأساسي، وهو نظام العسكر في الجزائر، والذي صرف أكثر من 500 مليار دولار منذ سنة 1975 إلى اليوم. ولكن الصورة اليوم تغيرت، فقد سحبت الكثير من الدول الاعتراف بها، وكذلك غاب قذافي ليبيا وتراجع الدعم الخارجي، وبقيت الجزائر تقريبا وحدها تناور في سبيل تقسيم المغرب. لكن دعونا نطرح سؤالا: ماذا لو لم تقبل البوليساريو خطة السلام الأمريكية
القائمة على مقترح الحكم الذاتي؟ الجواب وصل بصورة واضحة، وهو أن أي رفض يعني تسمية جبهة البوليزاريو منظمة إرهابية، وما يترتب عن هذا التصنيف من تبعات قانونية سواء على الجبهة أو صنيعتها الجزائر، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية تضر بمصالح الجزائر. وهناك بعض المراقبين يطرحون فرضية أخرى لحل مشكل البوليزاريو، وهو أن يقوم المغرب بتقديم خدمة إلى الجزائر ويخرجها من ورطتها التي ورطت نفسها فيها من خلال فتح الحدود، وبالتالي دخول سكان المخيمات إلى المغرب. عندها ستصبح جبهة البوليزاريو اسما على ورق، لا حاضنة شعبية ولا قبيلة تأوي إليها ولا أرضا تجلس عليها. أما المخيمات فهي تعيش وضعية الغليان اليوم، فلا أحد من القادة تكلم بعد خروج تسريبات الخطة الأمريكية للسلام القائمة على الصلح بين المغرب والجزائر، وكذلك إقرار مقترح الحكم الذاتي في الصحراء كأساس وحيد للحل. فالمخيمات تعيش غليانا خاصة بعد تبخر حلم الاستقلال، فهناك بعض الأطراف تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو إعلان الاستقلال وإقامة دولة شعبية في تندوف، وهذا هو سيناريو الرعب بالنسبة للجزائر، والتي تبحث عن مخرج من هذه الأزمة. فمن ظلت تدعمهم طيلة 50 سنة يريدون طعنها من الدار. لذلك الجزائر هي الأخرى تعيش المأزق نفسه، فهي لا تريد الإقرار بالهزيمة في موضوع الصحراء المغربية، وخاصة أن هذا الملف بنت عليه السياسة الخارجية وضبطت به إيقاع شؤونها الداخلية. فكم من الأموال صرفت ومن الصدقات قدمت والرشاوى في سبيل اعتراف زائف بجبهة وهمية خلقت من العدم. فالجزائر تجد نفسها تواجه صديق الأمس الذي يريد تقسيمها بعد أن فشلت في تقسيم المغرب. وهناك بعض التقارير التي تتحدث عن توجه لخلق بؤرة جديدة في الجارة موريتانيا. اللعبة الآن انتهت، والولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تجمع أطراف النزاع على مائدة واحدة: المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا، من أجل طي هذا الملف والانتقال نحو الجانب الاقتصادي والتنمية. المغرب اليوم يجني ثمار سنوات طويلة من الصبر والاشتغال، والكرة اليوم في ملعب الجزائر من أجل إنهاء الاضطراب في شمال إفريقيا ووضع مصالح شعوب المنطقة فوق كل اعتبار. دمتم في أمان الله، ونرجو منكم دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.